مرحبا ماجي بغصن. مرحبتين، أهلا حبيبتي بولا. شفنا انه نزلت على صفحتك الرسمية على الفيسبوك انه في حملة كرمال عيد الميلاد، حملة تبرعات. يا ريت فينا ناخد فكرة اكتر عن الموضوع. هي الفكرة بلشت يعني أنا دايما بحب على عيد الميلاد شارك بشي حلو يفرح هيك قلوب ناس عن جد بحاجة للفرحة وبفرحني إلي. أنا عم فكر يعني اليومين ثلاثة عم فكر، فتحت الفيسبوك شوف طارق بلش بالفتاة وكتب عنده على الفيسبوك انه رح يفتح حساب بالبنك. دغري اتصلت فيه وقلت له يلا بنكون بالحمله سوا. اكيد كثير انبسط. انضم لنا كمان وسام صباغ. نزلنا على البي ال سي بنك. مشكور مسيو بيير معوض دغري يعني تأهب اذا بدك للفكره، وفتحنا الحساب امبارح الصبح. زلنا انا وطارق وفتحنا الحساب. والحساب بتذكر وبنشدد انه بيستقبل مبالغ كثير صغيره، لو 1000 ليره لو 5000 ليره بيستقبل لا المبلغ اللي بده اياه الشخص يتبرع فيه. كيف رح بلشنا يصير امبارح. كيف رح يصير التنسيق مع وسام صباغ وطارق سويد؟ نحن دائما على اتصال انا ووسام وطارق وعم ننسق بالموضوع سوا. في ناس كثير عم تتصل فينا عم تقلنا انه هي حابه تتبرع. حطينا رقم الحساب على الفيسبوك وعلى تويتر، وصارت الناس تقريبا كلها معها خبر بهذا الحساب. والحمد لله الكل يعني عن جد مشجعينا وحابين انه يساعدونا ويكونوا معنا. ممكن نشوف نجوم بقى عم تشارك معكم بمجال التمثيل او يعني زملاء الكل؟ نتمنى اي شخص عن جد بحب يتبرع. يعني بالعكس هذا الشيء بيفرحنا يعني، وبيفرح هيدي الناس اللي بحاجه على العيد. بكره انا وطارق رح نكون بحلوه بيروت على LBC لحتى نحكي بهذا الموضوع، وحتى كمان نقول للعالم عن رقم الحساب. وبعدين رح تتصور كيف شلنا المصاري من البنك وقد ايه كان المبلغ، وكيف كيف توزع على العيال الفقيره حسب يعني ما نختار العيال. ممكن ورح ينعرض كمان على LBC. يمكن في عيال لازم تدفع فاتورة كهرباء، يمكن أجار بيت، ما بعرف يعني بعد ما حددنا مزبوط. بس كله يعني الناس راح يشوفوا ورح يكون معنا أشخاص إذا بدك من أصدقاء لنا من الفانز تبعنا، هن كمان عم بيساعدونا بهالحملة، راح يكونوا معنا بهذا النهار. رح يكون في لقاء تجمع يعني تتجمعوا كلكم وتسلموا الهدايا؟ ايه اكيد يمكن ما بنقدر نكون كل الناس يمكن اللي بتحب انها تكون، انا بتمنى بس يمكن يكونوا بالميات، يمكن ما يعني ما بنقدر نستوعب هذا العدد. رح يكون ما بعرف بعد ما حددنا العدد يعني، بس في كتار ناس حابين وبنشكرهم يعني مشكورين رح يكونوا معنا، وهذا الشيء رح يتصور ورح ينعرض على التي. فترة التبرعات رح تكون قد مدتها يعني لنهار عيد الميلاد او كيف؟ يعني لا قبل عيد الميلاد لحتى نقدر نشيل المصاري، واذا في اغراض بدها تتامن او مصاري كاش يمكن لفواتير بدها تندفع نقدر نتحرك يعني قبل عيد الميلاد حتى يوصل نهار عيد الميلاد ويكونوا مبسوطين. رح يكون في معكم فريق عمل صغير يساعدكم تختاروا العائلات مزبوط، ويصير في بحث يعني لهالنقطة يعني لنعرف العائلات يلي محتاجة، او انتوا ثلاثة يلي عم تشتغلوا بس؟ لا في يعني اذا شخص بدلنا على عائله عن جد هالقد فقيره وهالقد بحاجه وهالقد بالعكس بنتمنى يعني نحن اكثر شخص بحاجه للمساعده اكيد بنروح لعنده. كلنا يمكن بنعرف عيال فقيره، بس اذا حدا شخص عن جد بيعرف هي عائله هالقد فقيره يعني بالعكس نحن يعني ما بيهمنا نكون نعرفهم او لا بالعكس. ماجي بغض النظر عن هيدي الحملة، لك خليني اقول يعني اعمال واعمال غير هيدي، ان كان اعمال خير او زيارات لاطفال سواء مرضى السرطان او غيرهم وغيرهم، الاعمال الخيرية عم تعطيها كتير، هي قد ايه عم تعطيك؟
تعطيني اكثر، عم تعطيني اكثر، صدقيني عم تعطيني معنويا، عم تعطيني نفسيا. امبارح ما تتخيلي، بس بدي اقول لك عن طارق سويد قد ايه كان مبسوط، يقول لي اول مره حاسس انه العيد هالقد له قيمه السنه لانه عم بعمل هيك شيء. انا دائما بقول للناس بس تعملوا عمل خير مردوده عليكم كثير 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 قوي، بتحسي بفرحه كبيره، بتحسي غرض لما تشتري لإلك تنبسطي فيه، لما تشتري لغيرك حدا بحاجه لإله تنبسطي بطاقات كثير اكبر. بس تحسي حدا زعلان او متضايق من شغله قدرتي فرحتيه، ما معقول هيدا الشيء شو حلو شو عظيم، وبصير في عندك ادمان عليه. خلص وانت فتي بهيدا الشيء ما بيعود فيك تتراجعي. والمساعده ما ضروري تكوني غنيه، ما ضروري تساعدي بمبلغ كثير كبير، فيك تساعدي ب1000 ليره، فيك تساعدي ب5000. انا اول تبرع امبارح اجاني 10000 ليره. قديش صار في تبرعات لهلا؟ بعد ما بعرف بصراحه، لانه امبارح فتحنا الحساب وبعد ما شيكنا على الحساب ولا شيء. ما تتخيلي شو انبسطت فيها. فيك تتبرع بمجرد وجودك، بمجرد زياره لدار عجزه، لاطفال مرضى، لناس بحاجه. يعني عمل الخير منه مربوط بس بالمصاري، في يكون زياره. ماجي الاولاد بحبوا هيدا العيد، ويعتبر يعني غير معناه ديني والى اخره، لكن يعتبر عامه هو عيد ايضا للاولاد. اولادك رح يشاركوا بهاي التبرعات بحضورهم، عم بيحسوا بالعيد، عم بيعيشوا معك كل هالتحضيرات. اكيد انا لما افكر هيك بربي اولادي على هيك. يعني انا اولادي صغار، يعني ابني عمره 8 سنين وبنتي 5 سنين، ما فيني احكيك عن بنتي. حتى ابني بفكر بالختيار، بيقول لي ماما انا بس اكبر عم بجمع مصاري بالاشي. قلت له شو بدك تعمل فيهم؟ قال لي بس اكبر بدي افتح بيت للختيره يلي ما عندهم بيت، يفتح دار عجزه بس ما بيعرف يسميه، لانه كثير عنده ضعف. بس يشوف ختيار على الطريق، يعني اذا بشوف ختيار لازم كل المال يخشك اعطيهم. وهو من اول اشخاص، يعني انا خبرته عن هذا المشروع وشاركته فيه وشاركني فيه. قال لي انا مبسوط مامي بهذا الشيء، بدي اروح معك وبدي اساعدهم. يعني هذا الشيء كثير حلو انك تربي ولدك على هذا الشيء، بيطلع عن جد بحس بغيره، بيطلع مش اناني، بيطلع يعني بيشارك، بدلع حاله، بينبسط بالاشياء وبالكادو اللي بحبها هو، بس كمان بفكر بغيره. هذا الشيء كثير مهم. لو كلنا بنربي عن جد اولادنا على هذا الشيء بيطلع عنا جيل بياخذ العقل، جيل بيعطي اكثر ما بياخذ. صح، جيل بيعطي. ماجي اذا بدنا نطلب منك تقولي كلمه صغيره لكل يلي عم بيسمعونا ولكل يلي عم بيتابعوك، كيف بتدعيهم تيشاركونا ويشاركوك بهذه الحمله؟ بدي اقول لهم اول شيء بشكر كل الناس اللي عن جد تحمست بمجرد ما حطينا الفكره على الفيسبوك. بدي اشكر مدام رولا سعد اللي عن جد تحمست وقالت لنا نحن معكم بكل خطوه بتخطوها رح نوصلها للناس. بدي ادعيهم عن جد بليز كلكم، كل شخص هو مسؤول، لو ب5000 ليره، لو ب1000 ليره وب2000 ليره، كل انسان حسب قدرته. رح نجمع مبلغ ورح نعلنه قد ايه جمعنا مبلغ ورح يكبر قلبنا فيه. عن جد جربوا هيدي الفرحه. في كتار ناس اكيد انا بتعرفها، وفي كتار ناس بتشارك، انا بعرف باي شيء بنعمل. في كتار ناس بيقولوا ومعي انا يمكن بيبعتوا هدايا او بيبعتوا مصاري لمراكز، وخاصه لمركز سرطان الاطفال سان جود. بدي ادعيهم بليز كلهم يشاركوا، وكلنا رح ننبسط فيها سوا، ورح نشوف هالعيال كيف سلمناهم الاغراض اللي عايزينها، وكيف دفعنا عنهم يمكن فواتير هن لازم يدفعوها، وخلينا نحس بفرحة هالعيد سوا نحن وياهم. ماجي بغصن شكرا لك وموفقة. ميرسي لك وثانك يو انه انت عن جد وموقعكم دائما بيشاركنا بالاشياء الحلوة وبالاشياء اللي نحن بحاجة لكم انكم تدعمونا فيها. فانا بدي اشكرك كثير واشكركم.